الإنسان كي يكبر يولي يشوف الدنيا بمنظور آخر، يولي يميز بين الأمور اللي تستاهل الاهتمام واللي لازم يدير روحه ما شاف ما سمع. السلام عليكم الإخوان، صحة فطوركم، وكالعادة ما تحرموناش من دعمكم بالاشتراك ولا الإعجاب، لأنه بكم نكملوا المسيرة. وبلا ما نطول عليكم خليكم مع حكايتنا. اسمي عبد القادر، راجل في بداية الخمسينات، كنت فقيه زمان، نخدم بالرقية الشرعية ونعاون الناس، لكن مع الوقت عييت، شفت أمور خلتني نبدل حياتي ونعتزل هذاك العالم. سكنت في حي شعبي، مكان هادي كما يظهر للناس، نعرف فيه كل واحد وكل دار. أما بالنسبة لحياتي فكانت بسيطة، نخرج نصلي، نقعد في القهوة مع الشيوخ، نرجع للدار ونقرأ شوية قرآن قبل ما نرقد. حتى جاء نهار سمعت باللي كاين وحدة جديدة سكنت في الحي، الناس كامل كانوا يهدروا عليها، يقولوا جاية تبدأ حياة جديدة بعيد عن الماضي. ما كنتش من النوع اللي يحب يدخل في حياة الناس، بصح حاجة واحدة شدت انتباهي. هذيك المرأة كانت مختلفة، دارها كانت في آخر الزنقة، ما كانتش تبان بزاف، وزيد ما كانتش تختلط مع الناس، لا تقعد في العتبة، لا تهدر مع الجارات، وحتى كي تخرج تشري حاجة تخرج في أوقات ما يكون فيها حتى واحد. في الأول ما حطيتش في بالي بزاف، بصح مع الوقت وليت نلاحظ تفاصيل ما قدرش نتجاهلها. كل ليلة في وقت معين كنت نشوف ضوء خفيف يخرج من شراجم دارها كأنه شموع. وكاين مرات كي نروح نصلي في جر نلقى قدام باب دارها ريحة غريبة، خليط بين بخور وشي ما قدرش نعرفه. الشك دخل راسي بحكم أني كنت فقيه زمان، عيني وذني ما يتغفلوش بسهولة. بديت نراقب الأمور بصمت، سقسي على خفيف بلا ما نبين باللي راني مهتم. حتى واحد ما كان يعرف تفاصيل على حياتها غير اسمها فاطمة. نهار بعد نهار الشك يتحول لحقيقة. كنت نخرج في الليل نتمشى، وصدفة في مرة سمعت همسات جاية من جهة دارها، كلام متقطع، صوت خافت، لكن الكلمات كانت واضحة بالنسبة لواحد كيفي، طلاسم وأدعية غير مفهومة، حاجة ما هي قرآن ولا دعاء عادي. هذيك اللحظة تأكدت امرأة ماشي عادية، هذه المرأة شوافة. الأسئلة بدأت تكثر في راسي، شكون هذه؟ واش داها الحينة؟ وعلاه متخبية؟ واش السر اللي مخبياته؟ بصح السؤال الأهم، واش راهي دير هنا؟ الصمت اللي كان داير بها زاد زعزعني. كيفاش وحدة تعيش في وسط حي كامل وحتى واحد ما يعرف عليها والو، لا منين جاية، لا واش دير، لا حتى حاجة؟ هذه وحدها تطرح ألف سؤال. قررت نراقب بلا ما نتحرك ولا نواجهها. كنت متأكد بلي الوقت وحده هو اللي راح يكشف الحقيقة. وفي ليلة من ليالي الشتاء، البرد كان قاسح والحي ساكت كما العادة، كنت خارج بالمسجد بعد صلاة العشاء كي شفت حاجة غريبة. قدام دارها كاين راجل وقف ما يتحركش، لابس قنطورة قديمة وراسه منحني شوية كأنه يستنى حاجة. بغيت نتساءل واش راه يستنى، ما قدرتش نكمل طريقي كيما لو اني ما شفت والو. قعدت في الظلمة نراقب من بعيد. بعد شوية الباب تفتح بشوية لا حس، وظل المرأة بان ورا الضوء الخافت اللي جاي من الداخل. سمعت صوتها هادي، بصح فيه حاجة تخليك تتقلق. ادخل، جا وقتك. الراجل دخل بلا ما يهدر، والباب سد موراه كيما لو حتى حاجة ما صرات. قدمت شوية، كي قربت للباب شميت نفس الريحة اللي كنت نشمها قدام بابها في الصباح، خليط بين البخور، المسك، وحاجة أخرى، حاجة ثقيلة كأنها ريحة ما تنتميش لهذه الدنيا. وبديت نخمم واش راهي تدير، هذو الناس اللي جو عندها علاش كل مرة واحد جديد؟ الفضول كان راح يقتلني، وبحكم أني كنت فقيه زمان عرفت باللي هذه ماشي أمور عادية، هذه فيها حاجة خطيرة. بديت نحس بلي الأمور ما راهيش عادية، والأحسن نزيد نراقبها بلا ما ندخل في مواجهات مباشرة. الحاجة اللي كانت غريبة بزيادة هي أنه كل ليلة وقت العشاء يجي عندها واحد جديد، رجال مختلفين، كبار وصغار، بعضهم يبان عليهم الخوف وبعضهم يبانوا كأنهم عاديين، كما لو أن الموضوع ما يقلقهمش. نهار ورا نهار وليت نعرف وقتاش يجوا ووقتاش يخرجوا، ودايما نفس الحاجات تكرر. يدخل واحد يقعد ساعة ولا ساعتين ومن بعد يخرج خفيف
وكأنه تحول لإنسان آخر. كان واحد الليلة، هذيك الليلة اللي غيرت كلش، كنت واقف في الزاوية متخبي في الظلام نراقب كالعادة، حتى سمعت الصوت اللي ما توقعتش نسمعه. علاه راك تراقب فيا؟ جمد الدم في عروقي، استهفت ببطء، لقيتها واقفة. ما عرفتش منين خرجت، عينيها كانوا يخترقوا فيا كأنها تقرأ أفكاري، كأنها كانت عارفة باللي راني نراقبها من مدة. حاولت نبقى هادي، بصح صوتي خانني كي جاوبتها. أنا ما كنتش نراقب، كنت غير فايت من هنا. ضحكت ضحكة خفيفة. أنت ما راكش فايت غير هكذا، أنت تعرف صح؟ أنا نعرف شكون كنت قبل ما تعتزل، وأنت تعرف شكون أنا. تراجعت خطوة للور. كيفاش عرفت؟ كملت وهي تقول. بصح كيما أنت قررت تبعد، قررت تنسى، خاطر الشي اللي دخلت فيه من قبل إذا رجعت له راح تندم طول حياتك. حسيت برحشة باردة. هذه المرأة ماشي غير شوافة، راهي حاجة أخطر بزاف. من بعد هذه المواجهة بقيت الليل كامل نفكر شكون هذه المرأة. حسيت أنه الأمر أعمق مما كنت متوقع. النهار الثاني خرجت بكري وقعدت قدام القهوة نشرب شاي ونراقب الحي. العجائز ديال الحومة بدات تهدر، ديما كيف كيف كلام عن الغلاء وعن المشاكل. بصح اليوم كان موضوع جديد، وهما يقولوا راكي سمعتي واش وقع الأمينة؟ أمينة هذه المرأة معروفة في الحي، كانت دايما وحدانية، ما تخالط حتى حد، وتعيش في دارها وحدها. الناس يقولوا عليها مسكينة، عانت بزاف، بس عمرها ما طلبت المساعدة من حد. كملوا هما يقولوا مسكينة حياتها ولات كحلة، تقول تبدلت، ما بقاش تخرج، حتى الدار راهي مظلمة ديما. بصح واش وقع بالضبط؟ أنا سمعت باللي راهي مرضت، بصح المرض ماهوش عادي، فيه حاجة غريبة، تقول مسحورة. هنا قلبي وقف لي لحظة وولات الأمور تتوضح قدامي. هذه الشوافة ما جات للحي بالصدفة، راهي هنا على جال آمنة. حسيت عرق بارد يهبط على جبيني. إذا كانت فعلا باغية تخرب حياتها لازم يكون بيناتهم ماضي ثقيل. قررت نتحرك، لازم نعرف الحقيقة. رحت للدار القديمة ديال أمينة، بابها كان مغلوق والنوافذ مغلوقة، بصح كي قربت حسيت بهواء ثقيل يخرج من الداخل، وكأن الدار تحولت للحبس. أمينة، ناديت بصوت منخفض، ما جاوبني حتى حد، بصح كان عندي إحساس باللي كاين شخص يسمعني من الداخل. رفعت صوتي وانا نقول هذه القضية ماهيش عادية، ولازم نعرف شكون هذا الشوافة، واش علاقتها بأمينة، وشكون الظالم وشكون المظلوم. بصح كنت متأكد من حاجة واحدة، هذه المرأة ماهيش هنا باش تخدم الخير. بقيت واقف قدام دار أمينة، حاير كيف ندخل وكيف نعرف الحقيقة. ما قدرتش نخلي الفضول يقتلني، ولازم نتحرك قبل فوات الأوان. بعد يومين من المراقبة والبحث لقيت شخص يعرف السر القديم، وكان الشاهد الوحيد على القصة اللي بدات قبل سنوات. رحت ليه وانا نقول يا الحاج، انت فقيه كنت تعرف اسرار الناس، بصح واش تعرف على امينة؟ جاوبني وهو يقول يا وليدي، امينة ما كانت دايما وحدها، كانت عندها صاحبتها فاطمة. بصح كما يقولوا الصحاب كيطيح السقف، كل واحد يسلك على روحه. فاطمة الاسم ما كانش غريب، وكي بحثت اكثر اكتشفت الحقيقة الصادمة. امينة وفاطمة كانوا اعز الاصدقاء، كي الخواتات، بصح في الماضي صار خلاف كبير بيناتهم خلاهم يتحولوا الأعداء. القصة كانت على راجل كان خاطب فاطمة، بصح فجأة راح وتزوج أمينة. الناس كانوا يقولوا بلي هذا الزواج ما كانش صدفة، وفاطمة كانت حاقدة عليها من ذاك الوقت. ولكن واش صار؟ فاطمة اختفت سنين ومن بعد رجعت، بصح بهوية جديدة. الشوافة اللي جات للحي ما كانت غير فاطمة ورجعت تنتقم. هنا تأكدت بلي أمينة راهي في خطر، وهذه المرأة ما جاتش باش تشوف ذكريات الطفولة، بصح جات باش تخرب لها حياتها. قررت نواجهها، بصح بلا ما نحرق الأوراق. كنت لازم نلقى دليل يديها للحبس. رحت لعند أمينة، أقنعتها تخليني ندخل. دخلت لقيتها هزيلة وعينيها غارقين في السواد، تقول ما رقدتش من شهور. قعدت وانا نقول لها أمينة لازم نحكي، فاطمة راهي هنا وهي اللي سبت لك هذا العذاب. دموعها نزلت وهي تقول كنت عارفة، كنت حاسة باللي الماضي رجع يلاحقني. بقيت نحكي معها حتى جا النهار اللي قررت فيه نكشف الحقيقة. خططت مع أمينة ونصبنا لها فخ، خليتها تمثل دور الضعيفة، وخلينا الشوافة تحس باللي نجحت. حتى جات ليلة معينة وكنت داير في دار أمينة جهاز تسجيل كيما في الماضي كي كنت نحارب أعمال الشعوذة،
وفي لحظة غرور تكلمت فاطمة وقالت: يا أمينة، اديتي لي راجلي في الماضي، ما لا ذوقي هذا العذاب وما زال ما شفتي والو. هذا الكلام كان الدليل اللي كنت نحتاجه. في الصباح توجهت مباشرة للبوليس، قدمت كل شيء: تسجيل صوتي، شهادة الجيران، حتى الأشخاص اللي تعاملوا معاها. البوليس ما طولوش، وفي ليلة مظلمة جاو داوها من دارها. الحي كامل خرج يشوف، والناس ما كانوا فاهمين واش صاير. هذه ماشي شوافة، هذه مجرمة. هكذا كان آخر كلامي وأنا نشوف سيارة البوليس تمشي بيها بعيد. أما أمينة فبقات تبكي، بصح هذا المرة كان بكاء راحة، ماشي بكاء ألم. عرفت باللي الماضي مهما كان ثقيل لازم نواجهوه، ولازم العدل ياخذ مجراه. أما أنا فرجعت لحياتي العادية، قعدت نشرب شاي قدام القهوة ونراقب الحي كما العادة. بصح هذا المرة وأنا متأكد باللي الظلم ما يعمرش، والحق دايما يبان ولو بعد سنين. وهذه هي حكايتي.